اليمين. الكتاب عاوز يعدي المر لكن مصراع بتجري المقاولات. صح يا شباب، صح يا شباب. صحيح يا شباب، واحد لكن نتمنى له مستقبل زي الرجل اللي على طول مرضيه من ناحيه اليمين حتى يكون لمصلحه طبعا فريقه اقرب المسؤول. مفيش سيطره على الكوره تطول وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال لمصلحه طبعا فريق الريال. هنشوف ونتابع لكن الاستحواذ حتى الان طبعا فريق الريال اكثر شويه ويرجع ناحيه الشمال على طول الكتاوي مصلحه الكتاوي كده فوق العضله تطول وتبقى ضربه مرمى من ناحيه اليمين. محمد الشربيني ماله طبعا الملقب جماله طبعا ماله السمر طبعا واخر واحد في صفوف فريق الرؤيه ناحيه الاسلام على الارض على طول خطيره ناحيه اليمين تصل الى احمد حمدي حتى رسول خلاص بقى بيحط مره ثانيه احمد حمدي على الارض على طول يا سلام السلام وكنترول 22 فوزي بيحط ناحيه الشمال خطيره رقم 4 طبعا احمد حمدي بيرجع ورا خالص الى 6 طبعا احمد علي ناحيه اليمين خطيره بدا يتحرك خلاص يا باشا مقاومه في فاول وضربه حره مباشره من احد الدفاع الصحيه في الملعب حسين الكرام من ناحيه اليمين. ضربه حره مباشره لمصلحه المثيري للمحاولات بحيث ترد مره ثانيه توصل الى رقم 6 احمد علي يغير ناحيه اليمين على طول عبد الحميد يحاول يعدي المر ويرجع ورا خالص الى شهاب كامل. شهاب بيحط واحده طويله مصراع كوره مصراع على طول لكن بدا السلامه كده بيحط في الاول وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال لمصلحه طبعا الريال على الارض على طول محمد الشربيني ماشي الشربيني بيوزع ويحط واحده عاليه طويله لكن على طول تصل بجوار القائم اليمين وتبقى ضربه مرمى لمصلحه طبعا فريق المثيري للمقاومات. طبعا عندنا مباراه عقب هذه المباراه تضم فريق الجزيره والشباب فرح مباراه هتبقى ناريه هتلاقي الكرام بامر الله على ارض رسول خطيره واساس الكوره هنشوف ونتابع كابتن نادر الكباري على رسول خطيره رقم 8 والعظيمه عايزه شويه هوا لكن نجيب من الهوا كابتن فريد معلش تطول الكوره كابتن نادر يمشي على طول وتبقى ضربه مرمى من ناحيه اليمين لمصلحه الفريق طبعا رؤية محمد الشربيني يا صاحب الضربات الثابته كالعاده والمعتاده حتى يحضر ضربة المرة الشربيني بيحط واحدة طويلة وعلمية على طول بسرعة يتصل السابع دمش على طول أقرب المدولي عاوز يعدي المرة لكن تقدر خلاص يبقى رمي التماس من ناحية اليمين لمصلحة طبعا المثيري للمقاولات. المثيري للمقاولات خطيرة لكن بتطلع على طول الشربيني مرة ثانية تصل إلى سامح دمش ويوزع سامح دمش لكن مقطوعة تصل على طول الكتاوي تصوير من 30 يارده لكن بتمر بالغار القائم الشمال وتبقى ضربة مرمى لمصلحة طبعا فريق المثيري للمقاولات. طبعا يا كابتن فريد نسبة الاستحواذ 52% الريال مقابل 48% المثيري للمقاولات. لكن يا كابتن حماده طبعا العبره بالخواتيم ليس بنسبة الاستحواذ. هنشوف ونتابع على طول واحدة خطيرة شمال بيكمل على طول بس مرة ثانية تصويت كده بالرقم 9 شهاب كامل لكن بدون ايه ولا استثمار وتبقى ضربة مرمى من ناحية اليمين لمصلحة طبعا فريق الريال. الريال بيحط واحدة طويلة وأمامية الكتاوي ناحية اليمين بيحاول يعدي المر المقطوعة المثيري توصل للكتاوي والريال وسط 2 و3 بيعدي المر بيحط رقم 8 على طول المنتهى ناحية اليمين على طول أحمد علي على طول بياخد رمي التماس من ناحية اليمين شهاب كامل ورمي التماس من ناحية اليمين حتى إشراف لمصلحة المثيري للمقاولات. بيحط واحدة طويلة لكن كابتن أحمد اليميني على طول رمي التماس لمصلحة المثيري من ناحية اليمين على طول خطيرة تطلع الكورة مرة ثانية سلام عاوز يعدي المرة بياخد رمي التماس لمصلحة المثيري من ناحية اليمين. هو اشتغل المثيري بدأ ينادي الإسرائيلية والهجمات
طبعا من يعلم منافسه التتويج لكابتن فريق في هذه المباراه؟ من يبالغ بالتسهيل؟ هنشوف ونتابع احبائي الكرام. فتتمروا من ناحيه اليمين لمصلحه طبعا فريق ريال طبعا اللي ما زال نسبه السيطره اكثر شويه منهم 52% مقام 48 نسبه استحواذ حسب احصائيه السيد صلاح الدوري يا احبائي الكرام. المساهمات في ناحيه اليمين طبعا لمصلحه فريق المثيري للمقاولات على تنطيط وتبقى اي مساهمات من ناحيه اليمين. طبعا بنشكر كل القائمين على هذا المونديال والعرس الكروي الكبير. طبعا يتقدمهم رئيس مجلس الاداره القمصان الحمراء في المقدمة.